بحبهم كاشخاص بس ما بحبهمش كلاعبين، عادي. الاراء تقبل التجزئه، يعني مش لازم كل حاجه ناخدها باكج على بعضها كده. فلان الفلاني احسن شخص واحسن لعيب، وابوه احسن اب، وامه احسن ام، وعيلته احسن عيله، بيلبس احسن لبس، راكب احسن عربيه، مراته احسن زوجه. لا، عادي جدا تحب حاجات بس ما تحبش حاجات. بما ان احنا بنتكلم في الكوره، فاللي يهمنا اكتر مستوى في الملعب. هو كشخص انت ما بتحبوش، تمام، عندك اسباب كافيه بالنسبه لك، تمام. يمكن لو شرحت لي الاسباب دي وانا اقتنعت بيها، ابتدي انا كمان اتضايق منه كانسان، بس ده مش هيغير رايي فيه كلاعب. اتمنى تكون الفكره دي وصلت، وخلينا نتجاوز بقى عن هذا الموضوع. آه بونو. مثلا كويس ان احنا جينا عند بونو. اهو بونو ده واحد انا بحبه كشخص وكلاعب، تمام. افرض هو كلاعب قدم مستوى سيء مع الهلال مثلا، يعني هل عشان انا بحبه كشخص هقول لا هو ما قدمش مستوى سيء؟ لا، هقول قدم مستوى سيء، لكن انا بحبه وبقدره كشخص. انا ما عنديش اي علاقه شخصيه يعني مع بونو، بس انا بقدره جدا كشخص يعني. واتمنى له كل التوفيق سواء في الهلال او في اي مكان تاني يعني. بس هو لعيب ممتاز وانسان، اعتقد انه انسان جيد يعني، او ده اللي بيظهر لنا على الاقل يعني، انه انسان جيد جدا يعني. هل الهلال كان محتاج حارس؟ في رايي الهلال كان دايما محتاج حارس. انا رايي ان كعب اكيلس في الهلال هو دايما حراسه المرمى اخر 3 سنين مثلا. مش معنى ان حراسه المرمى في الهلال كانت سيئه، بس كانت هي النقطه اللي ممكن من خلالها الهلال يفقد نقط او يفقد ماتشات هو كان الطرف الافضل فيه. العكس الاتحاد عنده حارس خلاه في بعض الاوقات ما يكونش هو الطرف الافضل بوضوح في الجيم، لكن يطلع من الجيم باللي هو عايزه. يعني الاتحاد في مباريات كتيره اخر منذ انضمام جروهي، مش بتكلم على السنه اللي فاتت، منذ انضمام جروهي للاتحاد، في ماتشات كتيره جدا الاتحاد مثلا كان المفروض يخسر وطلع بنقطه بسبب جروهي، او كان المفروض يطلع بنقطه طلع ب3 بسبب جروهي. فهو الحارس اللي بيخليك بغض النظر عن مستواك ايه في الملعب، هو بيديك خطوتين 3 زياده. دي نوعيه حراس مهمه جدا لاي فريق يفترض ان هو بخيل. الهلال المفروض انه فريق بخيل. بخيل يعني ايه؟ يعني مش عايز يخسر. يعني هو سافيتش كان المنفذ الاول، كان هو الاوتلت بتاع الكره الطويله او العرضيه قبل المهاجم وقبل اي حد تاني. دلوقتي هيبقى في مهاجم وهيبقى في نيمار، فانت هيبقى دورك اكتر لتامين عمق الملعب مع روبن نيفيش. الى اي مدى ده هياثر على سافيتش؟ دي حاجه هنشوفها، بس في ظني انها هتاثر. قدر الحريه اللي كان بياخده سافيتش اكيد هيقل، وهكذا. هو الناس كلها بتسال على لابورت. انا قلت رايي في لابورت. حسب الاخبار المنقوله أن تأخير صفقة صلاح بسبب عدم موافقة يورجن كلوب. من وجهة نظرك من البديل الذي ممكن يعوض صلاح في ليفربول، أو 60% من صلاح في ليفربول؟ مفيش. الإجابة هي مفيش. خلينا نسأل السؤال بطريقة تانية. مين هو الجناح اللي بيسجل بالمعدلات اللي بيسجل بيها صلاح؟ في نقطة تانية أندر ريتد جدا، يعني صلاح ما بياخدش حقه فيها، يعني هو إن صلاح صانع فرص غير عادي. يعني دايما أنت لما تتكلم عن صلاح أول حاجة تيجي في ذهنك إيه؟ الأهداف، معدل تهديفي ثابت. صلاح كمان صانع فرص مذهل. والكرة اللي عملها في ماتش تشيلسي، الاسيست اللي عمله في ماتش تشيلسي ده، ما هو الا حاجه يعني بتتكرر كتير جدا، بتتكرر كتير جدا جدا جدا. فصلاح غير انه صانع فرص ممتاز، هو كمان معدل تهديفه ممتاز. لو لقيت حد صانع فرص ممتاز اوكي، بس لو ما عندوش معدل تهديفي بتاع صلاح هيبقى عندك مشكله. لان انت كل فريق بيبقى محتاج عندك لعيب او اتنين بيضمنوا لك قدر من الاهداف. كان صلاح وماني ماني ما بقاش موجود، بقى صلاح بس، الاعتماد بقى على صلاح اكتر. صلاح لو مش موجود، هل داروين نونيز ولا خاكبو ولا لويس دياز هم دول اللي انت هتعتمد عليهم يعملوا لك سجل تهديفي يساعدك كليفربول تنافس على الدوري؟ لا اظن، لا اعتقد. مين هو الجناح بقى دلوقتي اللي موجود متاح ان ليفربول يشتريه عنده هذا السجل التهديفي؟ انا ما اعرفش هو مين. في اصلا جناح في العالم بيسجل قد صلاح النهارده؟ انا مش الذاكره، مش ممكن اكون انا ناسي، ممكن يكون في حد وانا مش فاكره كويس. ما اعتقدش ان في جناح وايد بيلعب جنب الخط في العالم النهارده بيسجل بالمعدلات اللي بيسجل بيها صلاح اصلا.
لو انا ناسي حد ممكن الناس تفكرني، تكتب لي تقول لي لا انت ناسي فلان او كذا، بس انا مش فاكر يعني، مش ذهني مش مستدعي حد دلوقتي. فصلاح لو خرج من ليفربول كارثه، ما اعرفش مين ممكن يعوض كل الكلام ده، صعب يعني. ديمبلي مين اللي بيسجل؟ ديمبلي مين؟ عثمان ديمبلي بيسجل بمعدلات صلاح؟ هو بيسجل اصلا؟ اوكي، ديمبلي بس وقع لباريس، ماشي. يعني انت اتش اس بي، انت شفت ديمبلي بيسجل فين؟ في نفس المباريات اللي احنا بنشوفها، ولا بيسجل بمعدلات عاليه امتى فين ازاي؟ هو ديمبلي بيلعب كام ماتش في الموسم اصلا؟ ما دي نفس المشكله اللي كنا بنتكلم عنها في نيمار. هو ديمبلي بيلعب كام ماتش في الموسم؟ وبمناسبه ان ديمبلي راح باريس، طبعا برشلونه مش ناقص كل حاجه والحلول فيه قليله وكل شيء، بس انا ما حسيتش باي حزن انه راح باريس خالص خالص، لنفس السبب. امكانيات عاليه لكن مستوى متذبذب وغيابات كتير، ما تقدرش تعتمد عليه يعني. امبابي افضل بديل لصلاح بليفربول؟ لا، امبابي بيلعب بشكل مختلف. امبابي بيلعب للداخل اكتر. امبابي مش هيستلم الكره جنب الخط، وامبابي اصلا بيحب يلعب ناحيه الشمال، ما بيحبش يلعب ناحيه اليمين. فهو امبابي لعيب مهول يعني، بس نفس الكلام برضو بدر بيقول لي فينيسيوس بس يسار، نفس الفكره، انت عايز حد يمين. ساكا بالظبط، ساكا صح، انا كنت ناسي ساكا. ساكا عنده معدلات تهديف مش زي صلاح لكن جيده جدا. ساكا ممكن يكون معوض، بس مين هي ارسنال مش هيسيب لك ساكا. بس كويس ان انت فكرتني يا كينج، انا فعلا ساكا كان غايب عن ذهني. آه رودريجو ريال مدريد لعيب ممتاز بس ما بيسجلش بمعدلات صلاح، نفس الفكره. هتلاقي لعيبه كتير كويسين، بس في حد بيسجل بمعدلات صلاح، بيصنع بمعدلات صلاح، بيعمل الاثنين بقى؟ هو ده السؤال كل مدى بيبقى اصعب. في اجنحه كتير بتصنع فرص كتير، يعني محرز مثلا، محرز صانع فرص ممتاز، ممكن يكون صانع فرص احسن من صلاح، بس هو بيسجل بمعدلات اقل بكتير من صلاح. سجل جول حلو قوي النهارده بالمناسبه، بس بتكلم ان جنرال يعني في التوب ليفل، محرز بيسجل بمعدلات اقل كتير من صلاح. فلما تحط الباكج بقى كلها على بعضها، صناعه الفرص على تسجيل الاهداف، هتلاقي ان صلاح لا، لعيب مش سهل تعوضه. هو فعلا زي ما من ضمن اللي انا قريتهم، هو ساكا ممكن يكون اقرب حاجه، بس مين هيسيب لك ساكا يعني؟ كابتن هالاند ولا ساكا ولا تهور براشفورد وماديسون؟ انا شخص لا يؤخذ برايه في الفانتسي. انا شخص الفانتسي سببت لي ندبه في قلبي. يعني خد النصيحه من اي حد في العالم، ما تاخدهاش مني انا، يعني انا في الفانتسي سيء جدا يعني. انا مش عايز اقول، بس انا لا امتلك الجرأه الكافيه ان اقول انا عملت ايه السنه دي في الفانتسي، يعني الرهان اللي انا راهنته في الفانتسي. وطبعا درج وقع على دماغي كالعاده، يعني كالعاده نزل على دماغي تماما يعني، فمش هقدر اقول يعني، محتاج استجمع شويه شجاعه بقى. لا، ميسي مش جناح حاليا يا سليمان. ميسي مش جناح اصلا دلوقتي، ما دي نفس الفكره برضو، ان احنا ميسي كان كده في 2013، فاحنا لا، ميسي مش جناح، ميسي بقاله 7 8 سنين مش جناح. ميسي بيلعب في عمق الملعب، ميسي لاعب حر، ميسي مش جناح. ونيمار مش جناح. هذه الاشياء انتهت من زمن بعيد. آه... زيزو جوال واسيستات زي صلاح؟ يعني مش قوي كده يعني مش قوي كده. فعلا زيزو جوال واسيستات فعلا زي صلاح، بس على ليفل الدوري المصري. تخيل هذا الاستدراك البسيط ودانا في حتة تانية خالص يعني. يعني زيزو بيسجل وبيصنع بمعدلات كبيرة، لكن في لعبة أخرى غير اللعبة اللي بتتلعب في البريمير ليج يعني. رياضة أخرى يعني. آه... إيه رأيك في بروزوفيتش؟ واحد من أفضل صفقات الموسم. وبروزوفيتش كان لعيب جاهز جدا يروح توب ليفل في أوروبا، أي مكان في أوروبا كان يقدر يستفيد منه يعني. آه... مساء الخير يا عفيفي، رأيك في الاستهجان الشديد من الميديا الإنجليزية تجاه مانشستر يونايتد بعد التلميح لعودة جرينوود والبدء في انتقاد تنهاخه بشكل مفاجئ بعد ما علموا أنه مؤيد لعودته؟
الموضوع ده موضوع كبير وطويل وعريض جدا، مش عارف افتح فيه ولا لا، بس هو موضوع طويل هياخد مننا وقت يعني. بس يعني خلينا ناخدها بالترتيب يعني. التايم لاين، السياق الزمني. في لحظة من اللحظات كانت المرأة مضطهدة للغاية. أنا بتكلم في المجتمعات الأوروبية حتى، مضطهدة للغاية، ويتم التحرش بيها وأحيانا اغتصابها، وملهاش صوت، ملهاش حق، ملهاش. بطبيعة الحال الشيء بيخلق ضده كالعادة يعني. فالنهاردة أصبحت المرأة اللي تقول فلان اتحرش بيا مش محتاجة تقدم دليل، خلاص الموضوع انتهى. طبعا دي مش الكيس بتاعت جرين وود، الكيس بتاعت جرين وود دي كيس أصعب بكتير، تقريبا في حاجات وتسجيلات وقصص بس المهم يعني إن النهاردة الشخص اللي هتطلع عليه سمعة إنه تحرش أو اغتصب أو اعتدى أو مجرد سمعة، مجرد إشاعة، مجرد كلمة، خلاص ده راح في داهية. ومش هي اللي هتبقى مطالبة بتقديم دليل، هو اللي هيبقى مطالب بتقديم دليل إنه ما عملش. ودي حاجة أنا مش عارف إزاي يعني، على الأقل أمام محكمة الرأي العام يعني. المحكمة اللي بتحكم بالقانون هتحتاج دلائل وكذا، بس محكمة الرأي العام بتقضي عليه للأبد. طبعا أنا تاني مش بتكلم عن جرين وود، إن جرين وود قصته لا، هو الراجل فعلا عامل مصايب، بس أنا بتكلم في المطلق يعني. الناس بتتعامل مع اي حد اتقال عليه حاجه، بان هو عمل الحاجه والموضوع انتهى ومش عايزين ناخد. يعني احنا ممكن زي مثلا قصه مندي مانشستر سيتي، اللي هو راجل قعد سنتين بيلف في المحاكم، بقى في الاخر بقى بريء. نرجع السنتين دول ازاي؟ مفيش، خلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع وانتهت مسيرته، او على الاقل انتهت مسيرته في التوب ليفل، محتاج ينزل خطوتين ثلاثه. الله اعلم هيعرف يلعب ولا مش هيعرف يلعب، هيعرف يرجع ولا لا. فالمواضيع دي عاده ما بيبقاش في عوده منها الا لو انت حاجه خاصه بقى. يعني في اسماء بدون ذكر اسماء، يعني ناس تم اتهامها وكذا وكذا، لكن قدرت تتجاوز لان عندهم اجهزه بي ار ضخمه جدا، ونجحوا ان هم يعدوا الموضوع. لكن اللعيبه العاديين اللي ما بيمتلكوش القوه دي، لو طلعت عليك السمعه سواء انت مذنب او مش مذنب، صعب ترجع منها. جرين وود صعب يرجع منها لان اصلا عليه تسجيلات. يعني ده حاجه بقى اللي هو يعني جرين وود ما بحبش اقول كلمه عملها، بس يعني الدلائل ضده اكتر من الدلائل اللي صالحه بكتير جدا يعني. ففكرة إن الإعلام الإنجليزي يستهجن، دي واحدة من المرات القليلة اللي أنا هقول فيها إن الإعلام الإنجليزي غالبا عنده حق، بحسب معلوماتي. برضه أنا مش عايز أفتي في حاجات ممكن يكون ما عنديش فيها معلومات، بس بحسب معلوماتي لا، الراجل يعني صعب تقبله يعني. صعب تقبله كفيجر في المجتمع، صعب تقبله. أو كأنك بتقول إن أنت كمؤسسة متصالح مع نوعية الأشخاص اللي بيتصرفوا تجاه المرأة بالشكل ده. مسألة صعب تقبلها يعني. الجانب التاني من الموضوع اللي زي ما قلت لك عليه، ان مجرد بس ان في ناس تانية ما عملوش حاجه اصلا بس طلعت عليه سمعه، انتهى الموضوع. بس دي مش الكيس بتاعت جرين وود، ولذلك موضوع جرين وود ده موضوع يعني انا مش عارف ممكن يرجع منها ازاي يعني. شفت اوبنهايمر وايه رايك فيه؟ لو شفت، ما شفتوش لسه. انا ما اعرفش ليه لما بلاقي الناس كلها بتتفرج على حاجه ما بعرفش اروح اتفرج عليها. لازم الناس ينسوها شويه، يبعدوا عنها شويه، بطلوا يبقى هنا واروح اتفرج عليها. ما اعرفش ليه عندي الموضوع الغريب ده يعني. بس لو الناس كلها ماسكه في موضوع بيتكلم، صعب اتفرج عليه في نفس الوقت يعني. صعب اتفرج عليه في وسط الزحمه كده، مش عارف، ما بعرفش. أستاذ عفيفي، لماذا برأيك اختفى دور صانع الألعاب بالوقت الحالي، ويعتبر من الركائز الأساسية المطلوبة في منظومة الفريق بكرة القدم؟ صانع الألعاب بإمكانه الاختراق من العمق، الأطراف والتوغل، لماذا التهميش لدوره التكتيكي؟ وشكرا لك. يا أستاذ مازن، هو لم يتم تهميشه، هو ببساطة شديدة الراجل ده كان بيستغل إمكانياته في التأثير في المباراة من خلال التواجد في مساحات معينة وقت ما كانت المساحات دي متاحة. النهاردة الكورة أكثر تكتلا، يعني أنت لو فتحت جيم في الثمانينات أو التسعينات، النهارده النهارده المسافه بين اول فبدانا نشوف مع بدايه 2004 2005 كده اللاعب الاكثر مهاريه بقى يروح على مجهود عشان يوصل الكوره من روبن دياش وجون ستونز يوصله رودري. طبعا المجهود ده اسهل من المجهود اللي بيحتاجه رودري عشان يوصلها بقى مثلا لدي بروين مثلا. بالتالي الناس بترجع خطوتين ثلاثه لورا، ما بقاش في اللعيب رقم 10 اللي قدام اللي تحت المهاجم او تحت اتنين مهاجمين زي زمان،
وعنده مساحه ووقت على الكوره وكذا وكذا وكذا. محاوله استنساخ هذه الفكره لن تؤدي الى اي شيء، لان ببساطه زي ما قلت لك الراجل ده كان بيعمل حاجه بتحتاج مساحه، والمساحه دي ما بقتش موجوده، انتهى الموضوع. يا تلعب جناح، يا تلعب ريجيستا، يا ما تلعبش. يا تطور واجباتك الدفاعيه وتبقى 8 مثلا، يا تروح تلعب جناح وهتحتاج برضو تطور واجباتك الدفاعيه لان مفيش جناح ما بيدافعش النهارده في التوب ليفل يعني، يا اما هتنتهي. فهو مفيش يعني الناس ما قعدوش مع بعض كده وقالوا يا جماعه هيا بنا نقضي على الرقم 10. لا، هو ببساطه المركز ما بقاش ليه مكان. يعني احد الامثله مثلا اللعيبه رقم 10 بيور في الدوري السعودي كورنادو، هتلاقيه بيلعب 8 شويه، بيلعب تحت المهاجم شويه، لكن فكره الرقم 10 دي بقتش موجوده الا نادرا يعني. ولو الماتشات فيها ضغط زياده بتاع مش هيقدر يلاقي مساحه، وهكذا. لكن هو مش قرار يعني، هو اضطرار. تقييمك لمسيرة سيرجيو بوسكيتس بما انها في نهايتها؟ واحد من اعظم اللعيبه اللي عاصرتهم، واحد من اذكى اللعيبه اللي عاصرتهم، يعني قفزه في مركزه، يعني يصنف مركزه لما قبل بوسكيتس وما بعد بوسكيتس. طبعا هو كان بطيء، كان ضعيف، ما كانش قوي دفاعيا، والحاجات دي اثرت جدا على مسيرته، بالذات لما هو كبر والفريق مستواه قل، والحاجتين دول حصلوا مع بعض. يعني في الوقت اللي بوسكيتس كان عمال يكبر كان فريق برشلونه نفسه مستواه عمال يقل، فكان هو اكسبوزد، كان معرض ان مشاكله تبان اكتر. لكن بوسكيتس كفهم للجيم ورؤيه وكذا وكذا، حاجه غير عاديه يعني. حاجه غير عاديه فعلا يعني، مرجعيه، لعيب مرجعيه يعني. لعيب من الناس اللي ممكن تقعد تتفرج اللعيبه الصغيرين عليه تقول له حاول تتعلم الراجل ده كان بيعمل ايه. هل نيمار ومتروفيتش ومالكوم ثلاثي هجومي ممتاز فنيا؟ طبعا اكيد. بس انا اعتقد ان هم هيبقوا رباعي، يعني اعتقد ان هو هيلعب 4-2-3-1 اعتقد، الا اذا ضحى بسالم وكمل بقى بنفس ال 4-3-3 وقرر ان الثلاثه اللي في وسط الملعب دول واحد فيهم يغطي على نيمار دفاعيا عشان نيمار ما يتعب. يعني نيمار ساعتها هيلعب جناح على الورق على الاقل، لكن هيبقى مع يعني معفي من الواجبات الدفاعيه، يغطي عليه حد من الثلاثه بتوع وسط الملعب. يعني هو ممكن يلعب 4-2-3-1 يبقى روبن نيفيش وسافيتش وقدامهم نيمار، ويمينه مالكوم وشماله سالم وقدامهم متروفيتش، او يخرج سالم خالص ويلعب بكانو وروبن نيفيش وسافيتش زي ما كان بيلعب دلوقتي، يعني يفضل يلعب بنفس الشكل اللي كان بيلعبه دلوقتي ده بالظبط بالظبط، بس هنشيل سالم ونحط نيمار، وهنشيل عبد الله الحمدان ونحط متروفيتش. ممكن. وممكن لو حتى ما اعتمدهاش كاسلوب اساسي ممكن يعتمدها في بعض الماتشات او في اجزاء من الماتشات، ممكن جدا. انا عارف ان انا غايب بقالي كتير، بس انا حاسس ان كفايه كده النهارده، صح ولا ايه؟ عشان ما اصدعكوش واكل دماغكم. بعدين انا عندي استوديو بكره بادئ من بدري، وعندي استوديو بعده بادئ من بدري، يعني هتزهقوا مني جامد يعني. فشكرا، واسف لو ضيعت وقتكم او ما رضيتش اجاوب على مجموعه اسئله، لان فعلا عندي شغل. انا بعتذر جدا عن النقطه دي، وتصبحوا على خير، وباي باي.